الإنسان كالمغناطيس جاذب بطبعه، فإذا لم يجذب فإنما كان ذلك بسبب حائل بينه وبين ما يجذبه. يعني إذا عندك مغناطيس وعندك حديد يجذبه لأن المغناطيس جاذب بطبعه. طيب إذا ما جذب الحديد معناها هل الحديد تغير؟ لا. هل المغناطيس فقد؟ لا. الذي تغير ماذا؟ وجود حائل بينه وبين ما يجذبه. الإنسان ولد لينجح. ما دليلك أنه ولد لينجح؟ أنه ولد وكلف بأعظم نجاح وهو عمارة الجنة، أن يصل في الأخير عمارة الأرض وسيلته والغاية الجنة. هذه الجنة ترى أسهل بكثير أو أصعب بكثير من رسالة دكتوراه، وأصعب بكثير من يتعلم لغة ولغتين وثنتين وثلاث وأربع، أصعب بكثير. فكيف يخلقنا الله عز وجل ويطلب منا هدفا ونعجز عن دونه؟ لا، الإنسان بطبعه ناجح، لكن ثمة عوائق دونه ودون النجاح. بدأت أفكر في هذه العوائق، اكتشفت أو حاولت أني أحصرها في 10 عوائق، ثم أخرجت إصدارا صوتيا باسم صعود بلا قيود. صعود بلا قيود، بمعنى هذه الحوائل التي تحجز بين الإنسان وبين نجاحه إذا عرفناها حررناها استطعنا أن ننجح. وبدأت أتحدث كما يتحدث مدربو التنمية البشرية، تطوير الذات. ماذا يقولون؟ يقولون إذا فعلت ما فعلوا وصلت إلى ما وصلوا. مبروك، هذه الخرافة الأولى، هذا ما اكتشفته. تراي أنا تائب إلى الله من خرافات النجاح. أولا، إذا فعلت ما فعلوا وصلت كما وصلوا. سر هذا الشيء أو انتشار هذه المفاهيم في تطوير الذات، ثمة كتاب نزل قبل 200 سنة اسمه سر النجاح، ترجم أيضا قبل 100 سنة إلى اللغة العربية، ترجمه شخص كاتب مصري اسمه معروف أو اسمه يعقوب صروف. هذا الرجل ترجم كتاب سر النجاح. سر النجاح كان يتحدث عن أولئك العصاميين الذين لا يقف في طريقهم شيء، وذلك الجندي الذي تمنى أن يكون الجنرال فأصبح ذلك الجنرال والقائد، وذلك النجار، وكانت قصص ملهمة للناس، وذلك النجار الذي كان يحسن صناعة ذلك الكرسي لأحد القضاة وكان يتقنه ويزخرفه. يسألونه يقولون له ليش أنت حريص على هذا الكرسي؟ قال لأني أريد أن أجلس عليه يوما ما. ومرت السنون ثم جلس عليه، وأنا جالس أقول يا رب متى أصير أنا نجار وأين كرسيي؟ وأصدق. وكلنا ربما ذلك الرجل الذي يسمع بعض هذه القصص ويصدقها. لست هنا أقول لا للنجاح، لا، هنا أقول أن ثمة 3 أنواع في طرح النجاح، 3 مستويات. عندما نريد أن نصدر النجاح، أن نربي أبناءنا على النجاح، أن نتعلم نحن النجاح، فثمة 3 مستويات. المستوى الأول وهو العريض، هو ما يسمى تغيير القناعات تجاه النجاح. وهذا المستوى تنفع معه القصص هذه، ويسمونها حتى في أمريكا انتشال الناس من وحل اليأس. فيجمعهم أنتوني روبنز ويجمعونهم المدربين الكبار ويقولوا لهم أنتم تقدرون، أنتم كويسين، ويمشونهم على الجمر، وأنتم تقدرون تصيرون، وأنتم. فالناس في هذه المرحلة يحتاجون إلى مثل هذا، في هذه المرحلة فقط يحتاجون إلى أن ننتزعهم. ممكن أن نقول لأبنائنا ذلك، نقول لهم قصص ملهمة. ممكن نقول لهم من جد وجد في المدرسة وهم صغار، نقول لهم من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن واصل على الطريق وصل. ممكن نقول لهم حتى ننمي عندهم قناعات جيدة تجاه الحياة. لكن هذه القناعات ما إن يدخلوا ويدلفوا ويتزلفوا إلى الحياة يجدون أنها غير واقعية. هل كل من جد وجد أيها الكرام؟ لا، بل المعظم
لا يجد، المعظم لا يجد. ونسبة النجاح على مستوى العالم 2% الذين ينجحون بسهولة. وبالتالي من جد وجد ليس دائما. وهل كل من زرع حصد؟ ليس دائما. إذا في معظم الأحيان، إذا ليست قاعدة يجب أن نطلقها بلا تقييد، يجب أن لا نطلقها بلا تقييد. طيب ما هو تقييدها؟ خلونا نشوف. هل كل من جد وجد ومن زرع حصد؟ ليس بالضرورة. هذه المستوى الأول، مستوى تغيير القناعات، أنك كويس وأنك تقدر وأنك بطل وأنك حاول وإصرار واستمر وأنت 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 وخليك كذا. فواحد مرة يقول لابنه، يقول له أنت تعرف، هو ابنه في رابع ابتدائي، أن نابليون يوم كان في عمرك كان ماخذ الأول من باب ماذا؟ تغيير. يا أخي أنت تبغى تصير شيء في المستقبل، يا أخي خلك مثل نابليون أول ما بدأ. فرد عليه الابن قال بابا أنت تعرف نابليون يوم كان في عمرك كان قائد؟ أنت إيش يا بابا؟ أنت إيش؟ لو هذه القاعدة حقيقية لا أصبحت تنطبق علي وعليك يا والدي. وبالتالي هذا الجزء الأول ممتاز أن احنا نعطي عيالنا في هذه المرحلة. طيب المرحلة الثانية يقولك لا، ما يمشي هذا الآن. يمشي أعطي الناس أدوات كيف ينجحون، كيف ينجحون. أنا مقتنع الآن وأنا عارف اللي ينفع لي واللي ما ينفع لي. المستوى الثالث بعد ما يتجاوز الناس المفاهيم والأدوات، يبحثون عن حاجة اسمها الأثر. الأثر الحصيلة، إيش اللي له أثر أكثر وأنا أسويه. أنا أعرف الأدوات، أعرف هذا ينفع لي وهذا ينفع لي وهذا ينفع لي، أيهما أكثر أثرا أفعله. لذلك خرجت مصطلحات الآن اللي هو 20-80، صح؟ مفهوم 20-80 ماذا يقول؟ يقول أن تعمل بذكاء وليس بجهد. أن تعمل بذكاء وليس بجهد. طيب ماذا أيضا؟ خرج واحد في 5 سنوات الأخيرة، 10 سنوات الأخيرة عفوا، واحد اسمه جلادويل مالكوم أو مالكوم جلادويل. هذا تكلم عن النجاح، وفي ظني أنه حرف مسار العلماء في فهمهم عن النجاح. الغريب أنه كان صحفيا، لم يكن مختصا في ذلك. تحدث في حاجة صغيرة جدا، تحدث عن تجربة واحد لأحد العلماء اسمه بارنسلي. هذا العالم كان يستعرض أبرز نجوم الهوكي الكندي، أبرز النجوم، فيحاول أن يدرس كيف نجحوا، لماذا أصبحوا بهذا البروز وهذه النجومية. فلم يجد خيوطا مشتركة. زوجته من باب يعني المشاركة قالت له تلاحظ أنهم كلهم مولودين في شهر 1 و2 و3. يقول مو بصحيح، معقولة؟ قالت نعم معقولة. اطلع على القائمة وجد أنهم مولودين في 1 و2 و3. سبحان الله. اكتشف أن أبرز المميزين في هذه اللعبة ولدوا في هذه الأشهر الثلاث. نسبة الذين ولدوا وتميزوا نسبتهم 70% في هذا العمر. يقول أنا أمام وقائع حقيقية، يعني لابد أن تلفت الانتباه. فبدأ يدرسها. اكتشف التالي، اكتشف أن كندا حتى تقبل في المرحلة السنية أن يكون هذا الطالب لاعبا رسميا، لابد أن يكون القبول في عمر واحد من تلك السنة. 1. طيب لاحظوا التالي، لو في واحد، طبعا لازم يصير عمرك 10 سنوات، أتممت 10 قبل 1 في تلك السنة. ماذا لو كان ميلادك 2/1؟ إيش يصير لك؟ تضطر ماذا؟ تنتظر سنة. طيب إذا انتظرت سنة وصرت أكبر منهم ب12 شهر على الأكثر، 12 شهر، ولأنك هنا الأكبر سنا فأنت الأقدر